في ليلة العيد، بينما كان الجميع منشغلا بالتجهيزات، اكتشف عزوز عبر شاشة الآيباد الخاصة به التي كان قد اخترق بها نظام كاميرات المنزل أن هناك روبوتات على شكل مكنسة غريبة قد دخلت المجلس وقامت بامتصاص جميع عيديات الأطفال. عدل عزوز ربطة عنقه الزرقاء وقال بهدوء: تالا، العيد في خطر، الروبوتات تتبع نظاما مشفرا لإخفاء العيديات في مخزن الألعاب القديم، علينا إعادتها. ضحكت تالا بحماسة وقالت: إذا حان وقت الأكشن، لن يستمتع أحد بالعيد بدون مغامرة. انطلق عزوز وتالا زحفا خلف الكنب لتجنب لفت أنظار الكبار الذين يشربون القهوة. كان عزوز يستخدم جهازا يطلق فقاعات الصابون لتعطيل مستشعرات الروبوتات المكنسية. في الممر الطويل واجهتهم المكنسة القائدة، كانت سريعة جدا، لكن تالا قفزت فوق مشاية الأطفال السريعة وبدأت بمطاردتها بمهارة السائقين المحترفين. بينما كانت تالا تواجه المكنسة القائدة، وصل عزوز إلى المخزن وبلمسة دقيقة من أنامله الصغيرة على لوحة الأرقام استطاع فتح الباب ببراعة الخبير التقني. داخل المخزن وجدوا العيديات مخبأة داخل قلعة من المكعبات. قام عزوز بإمساك جهاز التحكم الخاص بالمكنسة وقام بإعادة برمجتها لتصبح ناقلة للهدايا بدلا من أن تأخذها. قامت تالا بتنظيم الظروف حسب الأسماء بسرعة فائقة، وقبل صلاة العيد بدقائق معدودة عاد كل شيء لمكانه. عندها جاء الجد ليوزع العيديات، تعجب من ترتيبها المثالي وقال: سبحان الله، كأن ملائكة رتبت هذه العيديات. نظر عزوز وتالا لبعضهما، ابتسما، وحصل كل منهما على العيدية بنجاح. النهاية.